ودي بقى اخر مرايه. تخيل ان دي لاول مره هتبص لنفسك بعينيك مش بعينين اللي بيتفرج عليك. لو مشيت الرحله معانا يبقى انت كده عديت وعي وتحليل وبرمجه وبناء، لكن ولا حاجه من دول هتفرق لو ما سالتش نفسك هو انا فعلا اتغيرت ولا الكاميرا تتقفل انا نفس الشخص. سيلف ديسيبشن اخطر نوع من انواع التمثيل، مش اللي قدام الناس، لا اللي قدام نفسك. في علم النفس المعرفي روبرت تريفرز بيقول اللي بيكذب على نفسه بيصدق الكذب اسرع من اي حد تاني. دلوقتي بقى في 3 اسئله جاوب عليهم بصراحه لنفسك، مفيش صح وغلط، في مرايه والمرايه ما بتجملش. والبرومت بتاعنا في اخر مرايه النهارده اسمه legacy based reflection prompt. What did you stop doing because it was just for show? What changed inside you even no one noticed? If you disappeared today, what's the one thing you would want to leave in people's hearts? يعني ايه اللي بطلت تعمله لانه كان بس للعرض؟ ايه اللي اتغير جواك حتى لو محدش لاحظه؟ لو اختفيت النهارده ايه هي الحاجه الوحيده اللي نفسك تسيبها في قلوب الناس؟ وكل ده هتكتب ده انا دلوقتي، مش شكلي، مش اللي عملته، وكمان ده انا اخيرا. وده من علم النفس الوجودي اكزيستنشال سايكولوجي، وده الهدف منه قياس البصمه الداخليه اللي بتسيبها بعديك مش انجازاتك او افعالك. طب ليه بقى مهم؟ لانه بيكسر وهم التحول السطحي ويركز على القيمه الجوهريه للشخص. طب ليه اسمه برومت بقى؟ لانه هيكل سؤال مصمم بطريقه عشان يحفز العقل على انتاج اجابات اعمق في التفكير العادي حتى لو كان مكتوب في دفتر شخصي. هل هو للاي اي؟ هو اساسه شخصي ريفلكتيف جورنالينج، لكن ممكن تستخدمه مع الاي اي كمحلل الانماط او نوع الشخصيه عشان يديك منظور تاني. لو كتبت اجاباتك ورجعت لها بعد سنه ولسه انت نفس الشخص يبقى التغيير حقيقي، ولو نسيتهم ارجع هنا وافتح المرايه وشوف انت كنت فين وبقيت مين. وربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الرعد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ومن هنا خلي كل خطوه جايه شهاده حقيقيه لنفسك مش عرض للناس. ودي بقى مش نهايه الرحله لكن بدايه العمق التاني، هنتقابل فيه هناك لو انت مستعد يعني. وما تنساش اللايك والفولو والشير لعلنا نستفيد. سلام.